صباح الخير. الناس اللي في مصر اللي بتعمل اعلانات ممولة ما بتكتبش سعر على الاعلان، بجد الله يسامحكم. انا من ضمن الناس اللي ما بشوف منتج عاجبني وعايز اشتريه، لو السعر موجود على الصورة او في البوست، خلاص. لو في ويب سايت هدخل اشتريه على طول. لو في لو المنتج فعلا عاجبني هدخل، لو هي وسيلة التواصل يعني رسائل خاصة، بدخل على رسائل خاصة اشتريه على طول. طب السعر مش مكتوب، بدخل ادور في الكومنتات، ممكن يكون حد هم كتبوا السعر مش موجود، بدخل اشوف حد دخل سألهم وكتب السعر هو بقى عشان يضايقهم في الكومنتات. مش مكتوب خالص بقى، خلاص بقى انا سبت بقى البوست ده خالص او المنتج ده وما اشتريتوش. ليه؟ يقول لك لا عشان عايزين نزيد التفاعل. ايه التفاعل؟ انت ضيعت عميل اصلا ممكن يشتري من غير ما يتعبك اصلا، او يدخل على الويب سايت يكريت الاوردر وخلاص الاوردر ضن يعني. ليه الناس بتوع التسويق في مصر بالذات، يعني البراندات الكبيره كلها غلط، وانتوا يا بتوع مصر يا اللي فاهمين تسويق قوي شايفين ان ده صح؟ ما انت عامل اعلان ممول ودافع ليه فيه فلوس اصلا عشان الاعلان يظهر، عايز تزيده كمان؟ طب يا عم اشتغل بس على الفئه اللي انت محددها دي. ليه تتعاملوا مع الناس كده؟ انتوا علمتوا العملاء نفسها حتى لو شايف السعر على البوست او في سعر موجود ما بياخدش باله بقى، خلاص هو اتأقلم ان هو لازم يدخل يسأل على السعر او يكتب السعر كام في الكومنتات. ليه وصلتوا الناس او خليتوا الناس على الاونلاين كده؟ فعلا احنا في الاونلاين في مصر متأخرين جدا جدا جدا. ما تحط السعر يا عم، واللي عاجبه السعر يدخل يشتري على طول.